قررت حكومة السودان تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد، وذلك بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية أن المنظمة الإفريقية انتهكت سيادة السودان إثر دعوة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لحضور قمتها في أوغندا. يأتي هذا التطور في وقت اتهم فيه دقلو رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإضاعة فرصة للسلام في السودان بعدم حضوره قمة الإيجاد. نغوص. قلت لهم أنا جاهز، وفعلا أنا لبيت الدعوة وطوالي باشرت في مهامي لحضور القمة. والآن الحمد لله أنا حضرت القمة في ال 42 وهو ما جاء، ودي ما جديدة طبعا، دي من ضمن الألاعيب ومن ضمن التركيبة حقته هو اللي بيبدأ فيها. كانت اتفاقات كثيرة جدا، يحضر يوم ويغيب يوم، والدليل جدة يعني. فهو طلبه هو الإيجاد، طلبه هو ما الإيجاد حتى طلبه هو يعني. الآن هو منتقد في الإيجاد، لكن للأسف الشديد الإيجاد طلبه هو طلب الإيجاد. نغوص في ما ذكروا دقلو في هذا اللقاء الخاص مع سكاي نيوز عربية مع ضيفنا من أديس أبابا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أستاذ أشرف، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. استمعت لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يقول أنه تم تضييع فرصة حقيقية لتحقيق السلام اللي كان منتظر في هذا البلد لربما من خلال لقاء يجمع الرجلين. هل انتهت فرص السلام؟ بالتأكيد فرص السلام تنتهي بعد. هنالك فرص أخرى، فما زال يعني هنالك منبر جدة يمكن العودة إليه مجددا، ولكن كانت هذه خطوة مهمة وأساسية كانت يمكن أن تدفع في اتجاه الحل والوصول إلى سلام، خاصة وأن الطلب كما ذكر قائد قوات الدعم السريع هو جاء من قائد القوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي نفسه الفريق عبد الفتاح البرهان. كان يمكن لذلك أن يتم، ولو تم هذا اللقاء كان يمكن أن يقطع شوطا طويلا فيما يتعلق بالأزمة الحالية في السودان، وأن يضع حدا للصراع الماسي الآن في السودان والذي عانى منه كثير من المواطنين السودانيين. أستاذ أشرف، كان من المقرر أن يلتقي الرجلان قبل ذلك، ما الذي حصل حقيقة؟ اليوم قرار لافت لوزارة الخارجية اللي قررت يعني حقيقة تجميد عضوية البلاد في الإيجاد، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة. قبل ما نغوص في التداعيات، ما الذي منع لقاء الرجلين؟ بالتأكيد هي وزارة الخارجية السودانية الآن يعني قطعت شعرة معاوية مع جهة هي تعتبر من المؤسسة لهذه الجهة نفسها، وهي منظمة الإيجاد. ولعل ذلك هو أمر مستغرب فيما يتعلق بالدبلوماسية. كان الأحرى والأفضل هو أن يأتي وفد السودان إلى الإيجاد وأن يقول ما في جعبته من حديث، أن يقول مثلا أن قوات الدعم السريع تحتل المنازل وتنهب المواطنين، وبالتالي هو لن يدخل معه في أي تفاوض نتيجة هذا السبب. ولكن أن يغيب الوفد السوداني ومن ثم يقطع الوفد السوداني علاقته، تقطع وزارة الخارجية علاقتها مع الإيجاد، هو أمر مستغرب له جدا، خاصة وأنه إذا كانت المسألة هي أن الإيجاد دعت قائد قوات الدعم السريع لحضور القمة، فلماذا لم تعترض وزارة الخارجية السودانية في المرة الأولى عندما دعت قمة الإيجاد قبل هذه أيضا السيد محمد حمدان دقلو في وقت سابق، ووافق على ذلك، ووافق أيضا قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي. فلماذا لم تعترض في تلك اللحظة؟ لماذا لم تعترض أستاذ أشرف؟ يعني البعض يقول قرأنا أنه في استياء على ما يبدو لدى يعني البرهان من الدور لربما الدبلوماسي اللي يلعبوا في هذه الفترة قائد قوات الدعم السريع. هل يمكن ما وصفوا البعض بالتقارب بين دقلو والإيجاد هو ما أزعج حكومة السودان؟ هو في الواضح يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا نجد أن الذي دعا لجلسة الإيجاد أو لقمة الإيجاد السابقة هو الفريق البرهان نفسه، وهو كان قد قام بجولة مماثلة وزار فيها كامبالا، وزار أيضا أثيوبيا، أديس أبابا، وزار أيضا يوغندا، وزار أيضا جنوب السودان وعدد من الدول، وكان آخر زيارة له في أريتريا.
وكان متفائل بأن تكون هنالك جهودا أفريقية في إطار هذا الملف، ولعل من كان يرافقه وكان حاكم إقليم دارفور السيد مني المناوي قال في مؤتمر صحفي بأديس أبابا أنهم يأملون في أن يكون هنالك دورا مميزا ومباشرا للمنظمات الأفريقية بشأن الأزمة السودانية، ولكن يبدو أنهم بعد ذلك رأوا أن المسألة يجب أن تأخذ منحى آخر. ولكن في الغالب هنالك تأثيرات من قبل الإخوان الذين يتحكمون في مفاصل الحكم في السودان، وهم الذين يغيرون هذه السياسات. ما أن عاد البرهان من الغيبة الأولى حتى وكانت وزارة الخارجية الذين يسيطرون على 4 من أقسامها الرئيسية أصدرت بيانا غريبا بأنها غريبا جدا بأنها يعني لم تعترف بمخرجات الإيجاد التي دعت لها نفسها، ومن ثم بدأت تتوالى الأحداث عاصفة. من الواضح جدا أن هنالك ارتباط فيما يتعلق بكابينة القيادة في السودان، وهذا هو الأمر الذي يصيره بهذا المسار القريب خاصة فيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي. طب هل يضيع هذا الموضوع كل الفرص السابقة؟ وهنا يمكن أتحدث عن الدور اللي تلعبه أيضا التنسيقية. يعني اليوم في مشاركة كانت واضحة لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في هذا الاجتماع المهم، لكن يبقى التساؤل: هل يمكن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في هذا البلد في ظل غياب طرف أساسي من طرفي الأزمة؟ بالتأكيد ليس من السهولة بمكان، ولكن إذا تم عزل هذا الطرف من الجهة التي تعرقل وتربك المشهد بأنها تحاول أن تجعل المشهد في السودان هو استمرار الحرب بهذه الصورة العبثية، يمكن ذلك أن يتحقق. والواضح جدا أن الجيش الذي يستجيب لرغبات مكتومة للأخوان المسلمين الذين ينتحرون ويحاولون دائما أن يزجوا بالجيش في هذه المعارك وفي استمرارها دون تحقيق أي انتصارات واضحة من شأنها أن تدعم حتى موقف الجيش التفاوضي. فبالتالي الأفضل هو الوصول إلى اتفاق، حتى أن الجيش كان يمكن أن يستفيد من إشكالات متعلقة بالبعد الأخلاقي نتيجة الانتهاكات التي يعني ارتكبها الدعم السريع، ولكن عندما يقوم أيضا بمقاطعة المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية يعني ذلك أنه لا يرغب في المسألة المتعلقة بالسلام. قيادة الجيش في كثير من الأحيان تظهر خلاف ما تبطن، تقول أنها هي أغرب لتحقيق السلام، ولكن عندما تعود بعد مؤتمرات وبعد مشاورات في الخارج تعود إلى النقطة الأولى، وهذه النقطة الأولى هي تؤكد على سيطرة الإسلاميين على مفاصل الحكم في السودان وإدارتهم للأمر، وهم لأنهم يعلمون جيدا أنهم هم سيخسرون من هذه المعركة إذا انتهت بسلام، فبالتالي يصرون على وضع العراقيل. حتى أن السيد الدكتور عبد الله حمدوك كان قد عجل بالاتصال بقائد قوات الجيش، ولكنهم لا زالوا يضعون العراقيل أمام قيام هذا اللقاء. هل يمكن البناء على أي حل أو أي مخرج من خلال هذا الدور اللي تلعبه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أستاذ أشرف حقيقة، أم أنه يجب البحث في لربما مسعى آخر اليوم؟ حسب علمي ويعني بحكم تواجدي في العاصمة الأفريقية أديس أبابا أن هنالك تحركات يعني للقوة تنسيقية القوى الديمقراطية وتركيزها على ضرورة الاتصالات المستمرة والتأكيد على رغبتها الجامحة في ضرورة أن تلتقي بقائد الجيش وصولا لاتفاق مهم وضروري يمكن أن يدفع في إطار العملية السياسية أيضا، وكذلك أيضا في إطار عملية وقف الحرب التي يعني تبذل فيها تقدم الغالي والنفيس حتى تصل إليها. وفي تقديري الدكتور عبد الله حمدوك يتمتع بعلاقات واسعة مع المجتمع الدولي ومع المحيط الأفريقي، فهو رجل يعني مشهود له بالخبرة والكفاءة في ذلك، ويستطيع أن يجسر ويقرب الهوة، خاصة أنه هو الرجل الذي حذر في وقت سابق من أن المكون العسكري متمثل في الجيش والدعم السريع يمكن أن تبلغ به ذروة الأزمة إلى هذه الحرب إذا لم يتم تداركها. ولكن عندما استقال حمدوك كانت هذه هي النتيجة والمحصلة النهائية، هذه الحرب العبثية التي عانى منها كثير من السودانيين. قبل ما ينتهي وقتنا أستاذ أشرف، إلى أي مدى تطورات الميدان اليوم تؤثر أيضا على هذه الجهود، علما أنه في تضارب كبير بالمعلومات حول ما يجري
في الميدان، في ميدان المعركة؟ يعني حسب ما هو موجود من معلومات، واضح أن هنالك محاولات إعادة التموضع. الجيش يحاول أن يتحرك في منطقة أم درمان القديمة بشكل كثيف، يحاول أن يفتح الطريق ما بين منطقة المهندسين العسكرية بمنطقة كرري العسكرية، ويحاول أن يحرر منطقة ويحاول أن يحرر الإذاعة والتلفزيون. وهنالك أيضا يحاول الدعم السريع أن يتصدى لذلك، وفي المقابل أيضا يقوم الدعم السريع بهجوم مكثف على القيادة العامة، مقر القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة، وكذلك أيضا سلاح المهندسين. إذن هي محاولات الآن فيها ضرب وفر، ولكن بعد مقاطعة الاتفاقيات فهذا يعني أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه من قبل إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بقوة، لأن هذا يعني أن العمليات ستستمر بشكل أكثر كثافة وأكثر يعني أكثر ضراوة، ما يعرض كثير من حياة المواطنين إلى الخطر، خاصة في الولايات الآمنة التي يسيطر عليها الجيش حتى الآن. هل تتوقعون أي تحرك من المجتمع الدولي حقيقة أستاذ أشرف؟ في تقديري الآن الحكومة السودانية أغلقت كل المنافذ، وهذا يمكن أن يؤثر بقدر كبير جدا على تحركات المجتمع الدولي بكونها تضرب بقرارات المنظمات الأفريقية عرض الحائط، وهذا يمكن أن يجعل مجلس الأمن والسلم الأفريقي يتخذ قرارا بموجبه يجتمع مجلس الأمن الدولي ويتخذ قرارات قد تكون أكثر تصعيدا. في تقديري هذه الطريقة التي تتبعها السودان الآن هي ليست بالطريقة المثلى في إطار التعامل مع هذه الأزمة الحالية التي يعني فتكت بالمواطنين السودانيين وشردت كثيرين منهم إلى المنافي وإلى الخارج وفي المعسكرات اللجوء وغيرها. ينبغي أن يدرك الجميع أنه آن الأوان للوصول إلى اتفاق سلام عاجل ينهي هذه الأزمة. سأعود إلى هذه النقطة في الحوار الثاني من الساعة الثانية من غرفة الأخبار. شكرا أستاذ أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة الجريدة من أديس أبابا.